قد تم اكتشاف نفق بدأ الحفر فيه منذ أشهر من الاتجاه الشمالي لمنزل الزعيم علي عبد الله صالح، والوصول إلى المسجد الذي يؤدي فيه الرئيس صالح وكبار قيادات المؤتمر وزواره الصلاة. مصادر رفيعة ذكرت أنه تم اكتشاف نفق داخل هنجر في شارع صاخر كان يمتد إلى منزل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، مشيرة إلى أن هذا النفق أعد لتنفيذ مخطط شبيه بتفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة في العام 2011. واضحة أن النفق كان مخططا لعملية اغتيال رئيس المؤتمر الشعبي الزعيم علي عبد الله صالح وقيادات المؤتمر التي تؤدي الصلاة معه في الجامع الخاص بمنزله.